كتير قوي من الناس بتتعرض لمشكلة الألم أثناء النوم، وبتبقى من شدة الألم دون بيصحيها من أحلى نومة ومش بتقدر ترجع تنام تاني. أنا بقى جايلك في الفيديو دون هقولك على شوية وصفات طبيعية موجودة عندك في البيت تقدر تستخدمهم عشان تعالج الألم أثناء النوم. يلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور مصطفى هيكل. برحب بكم في فيديو جديد. ألم الأسنان ده اللي جربه بيقول إنه بيبقى ألم شديد جدا 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 لدرجة إنه بيخليك تبقى عايز تقلع الضرس لنفسك عشان تمنع الألم ده، والألم ده بيجيلك وأنت نايم وبيصحيك من أحلى نومة. بس مش دي المشكلة. المشكلة بقى إن أنت إزاي تقدر تعالج الألم ده في نص الليل. أنا أقول لك بقى تعمل إيه. بص يا عم، في حلين. أول حل معانا هو باستخدام المسكنات. هتاخد حباية من المسكن، ده هيهدي معاك الألم، وكنا اتكلمنا في فيديو فات قبل كده عن أنواع المسكنات وأسعارها في فيديو فات، هسيبه لك برضو في الوصف تحت، ما تنساش تشوفه، هيفيدك جدا. طيب نرجع بقى لموضوعنا. يبقى ده الحل الأولاني لعلاج الألم في نص الليل. طيب بقى لو ما فيش بقى مسكنات متوفرة خصوصا واحنا في نص الليل، هنعمل ايه؟ أنا أقول لك هتعمل ايه. أول حاجة بقى هتعملها هو إنك هتغير الوضعية بتاعتك من النوم للقعاد أو الوقوف. يعني أنت بدل ما أنت تكون نايم هتقوم تقعد أو تقف. طيب ليه أقوم أقعد أو أقف؟ ده هيقلل الألم؟ ايوه ده هيقلل معاك الالم شويه. طيب ليه؟ انا اقول لك ليه. اول حاجه، انت وانت واقف القلب بيضخ الدم للدماغ عكس الجاذبيه، فالدم بيرجع تاني مع الجاذبيه فبيبقاش متجمع في الدماغ ولا في الاسنان، عشان كده الالم بيقل معاك وانت واقف. طيب لو انت بقى نايم، لو انت نايم القلب بيضخ الدم برضه للدماغ، ولكن انت مش واقف عكس الجاذبيه، لا انت نايم على الارض، فالدم اللي بيروح للدماغ ما بيرجعش تاني، فعشان كده الدم بيتجمع في الدماغ وده اللي بيسبب لك ألم في أسنانك. تاني حاجة بقى هتعملها هو انك هتقوم بسرعة وتروح على التلاجة. هتلاقي تلج جوه في التلاجة، هتجيب قطعة تلج وتلفها في قماشة أو فوطة وتبتدي تحطها على المكان اللي فيه الألم. التلج هيبتدي معاك يخفف الألم. طيب ازاي بقى التلج ده هيشتغل ويقلل الألم؟ احنا لسه قايلين قبل شوية ان السبب في الألم في منطقة السنان او وكده سببها انه بيتجمع الدم فيها. طيب انا عايز بقى الدم ده يهرب، اهربه ازاي؟ كل اللي انت هتعمله زي ما قلت انك هتجيب تلجة وتحطها على مكان الألم، فالدم اللي موجود في منطقة الألم دون هيهرب، فعشان كده الألم هيقل. وكمان التلج بيساعد على تخدير العصب نفسه، فمش هتحس بألم. تالت حاجة برضه هتعملها وما تستغربش منها انها ممكن فعلا تقلل الألم، هو انك هتستخدم الثوم. الثوم يعتبر من الحاجات الطبيعية جدا اللي بتقتل البكتيريا المسببة للألم اللي بتبقى موجودة في السنان. طيب ازاي بقى استخدمه؟ كل اللي انت هتعمله هو انك هتجيب فص ثوم وتحطه على الضرس اللي فيه الألم وتبتدي تضغط عليه، فالعصارة بتاعت الثوم دي هتخش جوه الضرس وتقتل البكتيريا وهتهدي معاك الألم في خلال ثواني. رابع طريقة بقى معانا هو انك هتستخدم المية الدافية بالملح عشان تقلل بيها الألم بتاع الأسنان، وهتستخدمها كمضمضة. كل اللي انت هتعمله زي ما احنا عارفين انك هتجيب نص كوباية مية دافية وتحط عليها نص معلقة صغيرة ملح وتدوبهم وتبتدي تتمضمض بالخليط دون. ده هيقتل البكتيريا برضو اللي موجودة في الفم، عشان كده الألم بتاعك هيبتدي يهدى حبة بحبة. كل الطرق اللي انا قلت لك عليها دي من الطرق اللي هتخلي لك الألم يقل شوية بس لفترة قصيرة، وبعد كده الألم ده ممكن يرجع تاني. فعشان كده انت لو الألم رجع تاني هتبتدي تكرر نفس الحاجات اللي انت عملتها عشان تبتدي الألم ده يهدى، وبعد كده في أسرع وقت تحاول تحجز ميعاد مع الدكتور وتروح له بسرعة عشان يعالج لك السبب الأساسي بتاع الألم، لأن الطرق اللي أنا قلت عليها دي ما بتعالجش السبب الأساسي للألم، هي بس بتهدي معاك الألم شوية لفترة مؤقتة. حاجة كمان أخيرة ومهمة جدا انك لازم تعملها، هو انك لازم تهتم بنظافة الفم والأسنان بتاعتك عشان ما تتعرضش للمشاكل بتاعة الألم دي. صدقني لو غسلت أسنانك مرتين يوميا كل يوم انت مش هتشتكي من أي مشاكل في أسنانك خالص طول عمرك. ما تنساش كمان المضمضة وخيط الأسنان عشان برضو تكمل بيهم نظافة بقك. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وعرفنا ازاي تستخدم الطرق الطبيعية في علاج الألم بتاع الأسنان أثناء النوم. ما تنساش كمان اللايك والسبسكرايب والشير عشان كل الناس تشوف الفيديو. أتمنى لكم صحة كويسة. سلام.